السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. الفيديو بتاعنا النهارده لعشاق الملوخية. مين فينا ما بيحبش الملوخية الخضراء وبيعشقها؟ بس ما بنحبهاش علشان خاطر التعب والمجهود اللي في المخرطة، نقعد نخرط ونتعب في نفسنا. لا، النهارده هنخزن الملوخية بتاعتنا من السنة للسنة بنفس لونها وخطرها وجمالها اللي معانا ده، من غير تعب ولا مجهود، بطريقة سهلة وسريعة وبأسهل طريقة تقدري تخزني الملوخية عندك طول السنة ان شاء الله. يلا بينا نشوف طريقتنا ونشوف هنعمل ايه ونخزن الملوخية ازاي وتبقى معانا بنفس لونها وخضرها وجمالها. يلا بينا. اول حاجه كده الملوخيه بتاعتنا، بما ان الموسم بتاعها دلوقتي وموجوده ورخيصه مش غاليه ولا اي حاجه، هنبدا نجيبها كده ونخزنها. اول حاجه كده بنجيبها ونقطفها ونشطفها كويس جدا جدا زي ما احنا شايفين، ونخليها ما تكونش ناشفه قوي معانا، تبقى رطبه كده. واهم حاجه واحنا بنقطفها لازم نسيب العرق بتاعها حته كده من العود بتاعها بالشكل ده كده، لان ده هو اللي بيعمل معانا العرق والمطه بتاعه الملوخيه، سواء هتنشفيها او هتعمليها خضر. بعد كده بعد ما غسلناها بقى ونضفناها ونشفناها بالشكل اللي معانا ده كده، بسهولة جدا جدا هنجيب الكبة بتاعتنا من غير اي تعب ولا مجهود. هتجربيها في منتهى الروعة وهنخزنها من السنة للسنة من غير اي تعب ولا مجهود. كل اللي هنعمله كده، هنحط الملوخية بتاعتنا في الكبة بالشكل اللي معايا ده كده، وهنضيف عليها معلقة صغيرة خالص من السكر. بس كده، السكر هيعتبر هنا مادة حافظة، هتحافظ لك على اللون بتاعها، مش هتغمقي معاكي وهيفضل لونها نفس اللون من السنة للسنة ان شاء الله. بعد كده بقى هنبدأ نشغل الخلاط بتاعنا او الكبة بتاعتنا، بس هنشغلها على النظام المتقطع، مش هنشغلها على طول. وطبعا تقدري بقى تشغليها تنعمي او تخشنيها زي ما بتحبيها، ناعمة قوي مش ناعمة قوي، زي ما انت عايزة. تمام، بالشكل اللي معانا ده كده من غير اي تعب ولا مجهود. زي ما احنا شايفين كده، ضفت معلقة صغيرة من الملح وكمان معلقة صغيرة خالص من السكر، وهبدأ اشغل. طب انا لو ما عنديش كاب اقدر اعملها في الخلاط، ايوه تقدري تعمليها في الخلاط، بس في الوقت ده هتزودي عليها نص كوباية مية او نص كوباية شوربة علشان الخلاط يقدر يضرب معاكي، او كوباية وهتعمليها كده تبقى جاهزة معاكي. بعد ما حطينا كده السكر والملح بتاعنا، هنبدأ نشغل بالشكل ده معانا النظام المتقطع. وزي ما قلت، حابة تنعميها تقدري تنعميها، حابة تسيبيها خشنة زي ما انت بتحبيها بيبقى شكلها ايه. تمام. بعد كده خلاص، بعد ما هخلصها بقى معايا خالص بالشكل ده، وهضرب بقى باقي الكمية ونرجع تاني مع بعض نشوف ازاي هنخزنها وازاي هنحافظ على شكلها وتفضل معاكي نفس اللون بتاعها. طبعا الملوخية من الحاجات الجميلة جدا ومن الأكلات الحلوة جدا، طبعا في العزومات على سفرتنا دايما مع لحمة مع خضار مع أي حاجة بتبقى موجودة على السفرة، بتبقى في منتهى الجمال. كده شكل الملوخية بتاعي بعد ما ضربته، أنا بحبها تكون ناعمة بالشكل اللي معايا ده كده. هبدأ أضيف كل الكمية بتاعتي الشكل ده، لونها زي ما هو مفيش أي مشكلة خالص. تمام. بعد كده بعد ما هضيف كل الكمية بتاعتي بقى وأخلص كل الكمية بتاعتي، هبدأ أضيف عليها نص كوباية، يعني حوالي كده معلقتين مية او نص كوباية مية زي ما احنا هنشوف مع بعض، وهنبدأ نقلبهم ونخزنها في اكياس تلاجة زي ما انت عايزة، او لو برطمانات او برطمانات او علب تلاجة، اي حاجة انت بتحبي تخزني فيها، بس تكون هتعمليها على قد الاكلة بتاعتك بالظبط. بالشكل اللي معانا كده، بعد ما خلصت الكميه بتاعتي هبدا اضيف حوالي معلقتين ميه بس واقلبهم. ممكن تستبدلي الميه دي بشوربه، لو انت عندك شوربه وحابه تضيفي عليهم تستبدليها بشوربه، مفيش اي مشكله خالص. معلقتين الميه دولت او المعلقتين الشوربه هيحافظوا لك على لونها ويخليها لك بنفس الجوده بتاعه الملوخيه الخضراء وانت شارياها بالظبط. تمام. هقلبها كده بالشكل ده كده، وهبدا اجيب اكياس. انا بحب اخزنها في اكياس التلاجة، بحيث ان انا بعمل على قد الاكله بتاعتي بالظبط زي ما احنا عايزين. بعد كده بعد ما بحطها بقى في الاكياس، بعمل على قد الطبخه بتاعتي زي ما قلنا، كل واحد عارف الاكل بتاعته، عايزه طبق اتنين زي ما انت عايزه المقدار بتاعك. هتبداي تخزنيها كده وتقفليها كويس جدا. وبعد ما نقفلها هنبدا نحطها في الفريزر. اول ما تحطيها في الفريزر بقى، اما تيجي تطبخيها هتطبخيها ازاي؟ هتطبخيها بنفس وهي متلجه زي ما هي، يعني مش هنطلعها ونفكها وبعد كده نطبخها، لا خالص. احنا هنحطها في الفريزر، وهتغلي لها الشوربه بتاعتها، تعملي لها الطشه وكل حاجه،
وبعد ما تغلي الشوربه هتطلعها وهي متلجه كده مفرزه زي ما هي جامده، وتحطيها في الشوربه بتاعتها، وتاكلي احلى ملوخيه باذن الله ان شاء الله، بنفس لونها وبنفس طعمها من غير تعب ولا مجهود. وما تعملناش في اي حاجه، ولو عندك 20 كيلو او 100 كيلو هتخزنيهم في ثواني من غير تقطيع بقى ولا مخرطه ولا تعب ولا مجهود. شايفين لونها وشكلها جميل في منتهى الجمال بالشكل ده كده. وهنوريكم مع بعض برضو نشوف لونها وشكلها ما بيتغيرش خالص، وبتفضل نفس لون الاخضر الجميل. اهم حاجه بقى وانت بتعينيها كده في الفريزر، حاولي بقى بنفس الطريقه اللي احنا بنعمل بها كده، بططيها على قد ما تقدري ورقيها خالص، بحيث انها اول ما تنزل في الشوربه تغلي معاكي وتستوي بسرعه، وكمان ما تاخدش مساحه في الفريزر، وتقدري تخزني اكبر عدد ممكن. تمام. بعملها بالطريقه دي كده، وبنتنيها بالشكل ده كده، ونقفلها بولاعه او شمعه او اي حاجه لو ما عندكيش كده بتاعه تقفيل الاكياس، في منتهى السهوله خالص. وبعد كده تحطها في كيس تاني عشان تحافظي عليها، ومفيش اي اسهل من كده. انا هنا كده في قلايه على النار هنزل بمعلقتين زيت بالشكل ده، وبعد كده هنزل بمعلقه ثوم مفروم وهشوحهم كده لحد ما الريحه بتاعتهم تطلع وتبقى جميله كده وياخد اللون الذهبي خفيف. بعد كده هنزل عليهم بمعلقه كزبره كبيره، واهم حاجه في الملوخيه الكزبره الناشفه بتوديها في حته ثانيه خالص، طعم وريحه جنان. بعد كده هنزل بقى برشه بالفلفل الاسمر صغيره، واشوحهم مع بعض كده لحد ما ريحتهم تطلع كده وتتشوح، وبعد كده هرفعهم من على النار. بعد كده بقى عندي المرقه او الشوربه بالشكل ده كده، هستنى لحد ما تغلي، وبعد كده هبدا زي ما انزل قلنا بننزل بالملوخيه وهي جامده زي ما هي. بعد كده هقلب بالشكل اللي معايا ده كده، واول ما تغلي معايا ابدا انزل بالطشه بتاعتنا اللي هي عباره عن الثوم والكزبره اللي احنا عملناها، هننزل نصها والنص الثاني اضيف عليه معلقه صلصه، وهنشوف تكمله الفيديو. وبكده معانا احلى ملوخيه، شايفين شكلها ومطتها الجميله ولونها الاخضر من غير. وبعد كده هنزل بباقي الطشه بتاعتي، وبالف هنا وشفا. اتمنى الفيديو يعجبكم. سلام.